ذهبت لشيخي أطلب النصح منه، فقال لي: يا ابنتي، إذا أردت مقابلة أصحاب المعالي والكراسي والمناصب فلا تذهبي في وضح النهار، ففي النهار أقوالهم هي أقوال الشرفاء، وأثواب أفعالهم كأثواب النبلاء. ستسكري من شهامتهم وستريهم من العظماء. سيكون الحق حقا والباطل باطلا عندهم، وستحسبين نفسك بينهم من النجباء. سيعدون ويعدون وعودا بها طهر الأبرياء، والحقيقة أنهم من أشد الماكرين الأشقياء. فقلت لشيخي: إذن يا شيخي، متى أذهب لرؤيتها؟ فأجابني: اذهبي ليلا، ستجديهم بالمقاهي والحانات، تدار كؤوس عليهم لتستفيق شياطينهم من نعاسها بلا عناء. حينها يخلعون أثواب التنكر ويرقصون للعجل آلهة لهم بلا حياء. سيخططون بسلاسة للكيد من الضعفاء، وسيترشفون كؤوسا من دماء التعساء. كل سيجارة هي إلهام للنيل من قوت الفقراء. لا تجالسيهم إلا وهم سكارى، فحقيقتهم ينفرج أسرها حينها وتكون من العتقاء. ما يحاك في ظلمة الليل هو الأصل، وفروع النهار زائفة لها من الطيبين ازدراء. سواد الثقب بالسور يا ابنتي لا يفضح عورة من كان من الجبناء. ثم قال لي: حذاري يا ابنتي، حذاري يا ابنتي أن تكوني من الأغبياء، ولا تيأسي حين ينجح مكرهم وتكوني من الضعفاء. فقلت: يا شيخي، لست من نساء الليل، ولا أهوى ثقوب السور للالتقاء، فماذا أفعل؟ انصحني يا شيخ. فأجابني: إذن كوني مع الله، كوني مع الله،
فالله معين الأنقياء ولا يتخلى عن عباده الصلحاء. الحق حق ولو تزايد باطل، وصار نارا تأكل أفئدة المسلمين الناطقين بالحق الصرحاء. صار ديننا يا ابنتي جمرة ملتهبة تحرق يد الأولياء. يا ابنتي الموت قادمة للكل بلا استثناء. احفظي أسماءهم جيدا وتذكريها حين تلاقي ربك وترحلين إلى السماء. فالله حق، فالله حق وعنده يلتقي الخصوم، وترد الحقوق لأصحابها بلا مزايدة أو افتراء. فبكيت فربت على كتفي وقال لي: حسبك الله، حسبك الله ووكيلك الله حتى نهاية هذه الحياة. ثم كان الحجب وحصل الاختفاء. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. أحبكم جميعا. شكرا.